المحلل التونسي طارق دياب: من شاهد اليورو بالكامل سيدرك أن ما قدمه المغرب في كأس العالم لم يكن إنجازاً، بل معجزة. ومن يحاول الانتقاص منه ليس سوى كراهية ويعاني من كل ما هو نجاح مغربي. لم تكن رحلة المغرب طبيعية، فقد كانت الأصعب على فريق في تاريخ كأس العالم التعادل مع كرواتيا كبطل العالم، والفوز على بلجيكا ثالث العالم، واستبعاد إسبانيا برودري، لابورت، كارفال، بيدري، أولمو، ويليامز، موراتا. ورأى الجميع بأم عينيه كيف عبث الأخير مع المعارضين الرئيسيين في اليورو لغزو البرتغال مع أفضل جيل في تاريخها، مع كريستيانو وبرونو وفيتينيها وبرناردو وكانسيلو وبيبي والحارس كوستا. أنت لست فريقا منتظما، لكن كل هذا دون الحصول على أي هدف. كسر المغرب كل الحواجز، ولولا التعب والإصابات التي أصابت الأكراد والسايس لكانوا ذاهبين إلى النهائي